تجمع أكثر من 20,000 من محبي ألعاب الفيديو لحضور معرض جيمز 15 في دبي. شبان وشابات صغار وكبار توافدوا لتجربة ألعابهم المفضلة. الشركات المنتجة والمطورة للألعاب عرضت أحدث إصداراتها في عالم ألعاب الفيديو، إصدارات تشمل سباقات السيارات والرياضة إلى القتال والتجسس والحرب، إضافة إلى أحدث أجهزة الواقع الافتراضي المعزز. منتج لعبة ستريت فايتر الشهيرة كان حاضرا في المعرض، حيث كشف عن رشيد، أول شخصية عربية تنضم للجزء الأخير من السلسلة. كما حضر الآلاف بطولة في الرياضة الإلكترونية وسط أجواء حماسية. هذه الرياضة التي تملك جمهورا يفوق 100 مليون شخص في أنحاء العالم، أما قيمة جوائزها السنوية فتصل إلى نحو 50 مليون دولار. البطولة شاركت فيها أقوى الفرق العالمية التي تنافست في لعبة كاونتر سترايك، أما الفوز بجائزة 100,000 دولار فكانت من نصيب فريق فيرتشوس برو الروسي. وكما جرت العادة في معارض ألعاب الفيديو، كان الهوس بالأزياء التنكرية أو فن الكوسبلاي حاضرا بقوة. تشوف ناس يشجعونك لهالشيء، تسمعهم مثلا يقولوا لك ما شاء الله جود جوب نايس كوسبلاي، انت تحس براحه نفسيه، تستانس. فهذا الشيء طبعا لان انت تحب اللعبه والشخصيه هاي تعمل الكوسبلاي. والشخصيه اللي انا لابسنها شخصيه رايدن في لعبه موتر كومبات. كوسبلاي موتر كومبات جاكس، وثلاث شخصيات تعتني بقوه والرجل الآلي والحديد ولا بوم. وشارك العشرات من محبي الكوسبلاي في مسابقة أفضل زي تنكري، مسابقة اتسمت بالمنافسة لا سيما في ظل الأزياء المميزة التي ارتداها المتسابقون. حب هؤلاء الأشخاص للكوسبلاي يجعلهم يتماهون بشكل كلي مع الشخصيات الكرتونية والخيالية المفضلة لديهم. تماه يؤكد أن الكوسبلاي أصبح جزءا من ثقافة الشباب. محمد عنتر، سكاي نيوز عربية، دبي. للمزيد معنا من دبي المدير التنفيذي لشركة اي سبورتس ميدل ايست سعيد شرف. اهلا بك سيد سعيد معنا في سكاي نيوز عربية. بداية يعني نلاحظ هذه الظاهرة، ظاهرة الرياضة الإلكترونية، لنتحدث قليلا عن انتشارها وحجم انتشارها في العالم العربي. الحقيقة الرياضة الإلكترونية بآخر سنتين شهدت تطور منيح بالمنطقة العربية. بتصور انه معرض جيمز 15 كان يعني اهم عامل لحد الان بيصير بتطويره بدعوتهم لمنظمة ESL يلي هي اكبر منظمة للرياضة الالكترونية بالعالم، اكبر واقدم يعني. واكيد لفتت انظار يعني المهتمين والغير المهتمين لهذا المجال. يعني 250 ألف دولار كاش يعني شبان عم يلعبوا ألعاب فيديو جيمز هو شيء كتير كبير. وبتصور انه هي كانت اهم شغله يعني بمعرض جيمز، وهي اللي حتساعد انه تتطور الرياضه الالكترونيه بالوطن العربي من الان فصاعدا بشكل متسارع اكثر. طيب، برايك ما هي العوامل التي تدفع الشباب في العالم العربي وتدفع هذه الرياضه الالكترونيه الى الانتشار اكثر فاكثر؟ اولا دعم الشركات المطوره للمحتوى العربي والاهتمام بالجمهور العربي بيساعد على انتشار هالثقافة أكثر. شاهدنا مثلا بخلال يعني من سنة لحد الآن مجموعة من الألعاب، وخصوصا يلي هي تعتبر ألعاب تنافسية يعني ضمن ألعاب الإي سبورتس، دخلت محتوى عربي وترجمة نصوص مثل كول اوف ديوتي ادفانسد وورفير، مثل سباق سيارات فورزا، مثل هلا ألعاب القتال تكن فيها صار شخصية عربية، ستريت فايتر في صار فيها شخصية عربية. هالشيء هذا رح يشجع الشباب العربي من بأنه يتحولوا من مجرد لاعبين إلى محترفين باللعب. وطبعا بيبقى يعني الشغف هو العامل الأساسي لحتى يجذبون، وأكيد الجوائز المالية والربح والشهرة. نعم، يعني نفهم منك، هل أصبح هنالك من محترفين عرب أو فرق عربية محترفة للرياضة الإلكترونية كما هو الحال في الدول الغربية؟ يعني هل تستطيع اليوم الفرق العربية أن تنافس عالميا؟ برأيي تستطيع، بس بحاجة لوجود بيئة تجذبهم أكثر، تنظمهم أكثر،
هي السنة شهدنا فريق خرج من الوطن العربي ليلعب ببطولة العالم بلعبة كول اوف ديوتي، فريق كلاريتي جيمنج. طبعا بسبب انه الشركة الام عاملة تصفيات من ضمن الوطن العربي، فهالشيء حسن انه يجذب هاللاعبين ويخلينا نشوف قديش قدرتهم على التنافس. ايضا نحن هلا باي سبورت ميدل ايست عملنا اتفاقية مع وورد سيريز اوف فيديو جيم او سلسلة بطولات العالم لالعاب الفيديو، كمان لحتى نقوم بتنظيم تصفيات للوطن العربي لبطولة حتصير بالمالديف. فخلال 24 ساعة وصلنا أكثر من 1500 طلب انضمام للمشاركة بهالتصفيات. إذا اللاعبين موجودين والمهارات موجودة، ولكن السوق بحد ذاته بحاجة لأنه ينمى أكثر لحتى هالمواهب تدخل فيه وتبين قديش قدرتها الاحترافية وقديش ممكن أنه تنافس عالميا، إلا أنه هي موجودة حتما. طيب، نلاحظ في العالم الغربي وفي الغرب عموما انتشار ظاهرة الأزياء التنكرية، لكن ماذا عن العالم العربي؟ كيف يتفاعل الجمهور مع الكوزبلاي؟ بتصور أنه يعني لا بأس به أبدا. شفنا بمعارض بالبحرين، بالإمارات، بمصر، كل ما عم يكون في كوزبلاي دائما عم يكون في يعني مجموعة من الشبان والشابات يلي عم يعملوا أزياء تنكرية كثير حلوة، عم يقضوا أيام وأسابيع هن وعم يحاولوا يجهزوها. يجوز يكون في يعني عامل الخجل يحد شوية من عدد المشاركين. يجوز الإمكانيات التصنيعية المتوفرة يعني لهم ما تخليهم يعملوا شيء كثير كبير لسه، ولكن هو بالتأكيد يعني سوق عطش لهذا النوع من النشاطات. وخاصة وقت عم نشوف دائما يعني وقت عم يكون في جوائز للكوزبلاي دائما عم نشوف في يعني عدد أكبر من المشاركين وأزياء أحلى، اللي عم يستخدموا إضاءة وبلاستيك يعني زي كامل، أحيانا عم يضطروا إنه يشتروه مثلا من برا ويعدلوا عليه. فهو كثير شيء حرك يعني وأكتف بالمجتمع العربي. نعم، تحدثت عن نمو في السوق، حاجة إلى نمو هذا السوق، وتحدثت عن أن هذا السوق عطش كما قلت اليوم لهذه الأنواع من النشاطات. اليوم ما هي التحديات التي تقف أمام نمو هكذا نشاطات جديدة؟ والله أظن دعم هذا السوق بيتم من خلال الشركات الأم أساساً، بوضع محتوى عربي مناسب أكثر، بدعم اللاعبين العرب من خلال توجههم يعني توجههم نحو اللاعب. وقت يكون الألعاب عم يكون فيها إساءة فرضا للعرب، أو عم يكون فيها إساءة لبعض الأديان، أو فيها مخالفات من حيث الكلام يلي داخل اللعبة أو الحركات أو أي شيء إلى ذلك، هذا الشيء أكيد رح يحد من انتشار الألعاب، وبالتالي حيحد من وجود البيئة التنافسية، لأن اللعبة نفسها رح يضعف جمهورها. طيب. لكن مع وجود يعني نسخ خاصة بالشرق الأوسط صارت عم تظهر من جديد، أظن أنه هذا الشيء عم يسرع العملية أكثر. كسؤال أخير، مستقبلا كيف سيكون شكل ألعاب الفيديو؟ أكيد التوجه لنحو نظارات العالم الافتراضي أو الفيرتشوال رياليتي، الجادجتس يلي نرتديها وبتخليك تشوف بشكل ثلاثي الأبعاد، وممكن انك تحمل يعني مجسات بايديك وتصير انت تدخل بقلب اللعبة، فانت عم تتحول من شخص محرك للشخصية داخل اللعبة إلى شخص داخل هي اللعبة نفسها. نعم. فأكيد هذا هو حيكون المستقبل، وهو قريب جدا يعني. نعم، كنت معنا من دبي المدير التنفيذي لشركة اي سبورتس ميدل ايست سيد سعيد شرف، شكرا جزيلا لك.